بسم الله. دلوقتي هنعمل قرنبيط مقرمش في الفرن. انا معايا هنا دي وحدة قرنبيط، جبتها وقطعتها كده بالشكل ده زهرات كده، وغسلتها كويس ونقعتها في المية والخل لمدة نص ساعة، وهاخده بقى احطه في مية مغلية. معانا هنا مية مغلية، هنحط معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة خل، وهنزل كده القرنبيط لمدة دقيقتين بالظبط واطلعه. هنا هنعمل خليط التتبيل بتاع القرنبيط. انا معايا هنا في التوابل معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة توم بودرة، معلقة فلفل اسود، رشة شطة، معلقة ملح صغيرة، معلقة بابريكا. احطهم كده، ننزل عليهم كوباية لبن، وننزل كمان كوباية دقيق. كده العجينة بقت بالشكل ده كده، لسه سميكة شوية، فهنحط كمان نص كوباية لبن. كده القرنبيط بعد ما قعد دقيقتين في المية المغلية هنصفيه بقى كده. كده القرنبيط بعد ما خرجناه من المية المغلية، احنا ما سلقناهوش، احنا بس يا دوبك اديناه صدمة كده في المية المغلية. هنحطه بقى في خليط السائل اللي احنا عملناه ده، التتبيل ده، وهناخده كده ونرصه في صينية مدهونة زيت. كده القرنبيط بعد ما حطيناه في التتبيل هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة. هنعمل كده خليط هندهنه كده على القرنبيط بعد ما يخرج من الفرن. معانا هنا دول معلقتين كبار صوص حار، نص كوباية زيت زيتون او زيت عادي، ومعلقة كبيرة عسل ابيض. كده ده القرنبيط بعد ما خرجناه من الفرن، قعد حوالي نص ساعة بقى بالشكل ده كده وبقى مقرمش. هناخد بقى خليط زيت الزيتون مع الصوص الحار مع العسل، وهندهن بيه كده وحدات القرنبيط. كده خلاص دهنا القرنبيط بالسائل كويس. هندخله بقى الفرن لمدة 10 دقايق.